ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الفطريات والجرب عند الكلاب. وضيف جديد طبعا مشرفنا في المزرعه عندنا للعلاج. كل ده هنتكلم عنه النهارده وهنعرفك ايه الدنيا فيها ايه. يا ريت ما تفوتش الفيديو. لو انت اول مره تشوفني النهارده، انا ابو مصطفى صاحب قناه فيروس كلاب القاره تدريب وعلاج جميع الكلاب. ويا ريت ترجع الفيديوهات القديمه هتستفاد منها كتير جدا. ويا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول واحد كل حاجه احنا بننزلها. ما تفوتش الفيديو ويلا نكمل الفيديو. اقعد سلم. برافو. فوق 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 فوق. اعطي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاره. تحياتي الناس اللي مشتركه معانا طبعا. تحياتي جميع مربين الكلاب والكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع. يا رب تكونوا بخير. جاي لكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعه رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله بامر الله، والاخوه والاقباط برضه بالف صحه وخير وسلامه. الدين لله والوطن للجميع. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا مشرفنا طبعا الكلبه وندا من اكتوبر. تمام. صاحبه ملك الكلبه الباشمهندس محمد حمدي، ربنا يديله الصحه. والكلبه دي كلبه جيرمان شيبرد عندها 2.5 سنين من الوايت جيرمان اللون الابيض. تمام. بس للاسف عندها مجموعه مشاكل. وفوجئت كمان لما انا واخد الكلبه بالليل، مستلم الكلبه بالليل. طبعا ده اول فيديو ليها الصبح. طبعا جينا حطيناها في البوكس بتاعها لان طبعا عندها مرض الفطريات، وكمان دخل وقلب معاها في نسبه جرب. وعندها كمان مشكله في الاذن الشمال، معبيه صديد من جوه. تمام. بتلق كده بميه. تمام. جوه طبعا دي مشاكل جديده. الاستاذ محمد حمدي اكيد ما يعرفش المشكله دي. وكمان المشكله الاكبر ان الكلب عندها مجموعه حشرات البق. تعالي خدي هنا. تعالي وندا خدي. عندها مشكله حشرات البق وحشرات القراد. كل الطبيعه. تمام. طبعا حشرات البق والقراد هو ما قاليش اللي هي عندها حشرات بق وقراد، بس انا اكيد كنت متوقع لان طبعا عندها مشكله الجرب والفطريات طفحت عليها خالص، واصبحت اللي هي مسيطره على الكلبه. زي ما انتم شايفين كلبه محترمه جدا، بس للاسف زي ما انتم شايفين كده وشها كله احمر نتيجه الفطريات والجرب. انتم شايفين كده يا جماعه اهو. كل ده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الجلد ناشف. تمام. وقشور. تمام. وادي ودانها اهو. طبعا تعالي بس عيب. ودانها اهو يا جماعه. دي اللي هي الودن الشمال اللي هي بتلق. تمام. يا رب يكون الفيديو كده ايه يعني الصوره موضحه. تمام. بصوا يا جماعه اهو. ادي الودن اهو كلها قشور، ودي اللي بتلق الميه الصديد من جوه. تمام. وادي القراد اهو. القراد اهو هنطلعه اهو. بس عيب. تعالي خدي. بس ثابت. بس يا وندا عيب. طبعا انا حابس الكلاب. بصوا يا جماعه القراد اهو. القراد اهو يا جماعه. كذا قراد اهو بيمشي اهو لسه بيتحرك. يا رب يكون الفيديو بقى واضح. معلش بقى الفلاش مش شغال. اهو القراد اهو. اهو القراد اهو. تمام. طبعا احنا هنحطه في ودانها تاني دلوقتي زي ما هو، بحيث اللي احنا ايه. طبعا احنا هنرش المكان بتاعنا دلوقتي تاني زي ما انتم شايفين. وادي الجلد اهو مهري. وادي القراد من هنا اهو برضو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. وادي القراد اهو. اهو ادي قراد. وادي طبعا الجلد ده من هنا اهو. اهو مليانه قراد وبق زي ما انتم شايفين. مليانه قراد وبق. تمام. طبعا في الحالات دي لازم اكون لابس جلافزات وجوانتي عشان طبعا المرض ده معدي للانسان، بس احنا الحمد لله يعني ايه بنشتغل بقلبنا. تمام. وادي كل ده اهو مهري اهو. جلد مهري من هنا اهو. تمام. اهو يا جماعه. بس بقى عيب يا وندا بقى زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. اهو
كل ده اهو مهري من هنا وكلها مليانه بق زي ما انتم شايفين. بس بقى عيب مليانه بق، وادي اهو كل ده من هنا اهو، وادي بق برضه اهو اهو. طبعا يا جماعه يا ريت الكاميرا تكون واضحه، مليانه بق وقراد اهو، مليانه بق وقراد اهو يا جماعه اهو. وادي القراد من هنا اهو مليانه. بس بقى عيب طبعا احنا بنحب نوري المشكله. احنا يعني مش بنقلل من العميل او لا، دي مشاكل معرض الكلب ليها طبعا، مش قصه اهمال ولا حاجه طبعا، بس هو كل واحد يعني ربنا يعينه على اللي هو بيعمله. تمام. وطبعا الكلبه مليانه ديدان جدا، مليانه ديدان، وادي ودانها من بره كلها محمره اهي، والشعر كله متقصف. تمام. وهنشوف احنا بنفحص الكلبه اول مره افحص كلبه قدام الكاميرا يعني اهو. تمام. بنفحص الكلبه قدام الكاميرا. تمام اهو زي ما انتم شايفين كل الكلب متعور، وادي البق اهو يا جماعه، ادي البق اهو مسيطر على الكلب كله. تمام. وادي جسم. بس بقى عيب، بس شاطره اقعدي يلا شاطره. طبعا ادي جسم الكلب كله من جوه هنا اهو، كل ده المفروض يبقى مليان شعر زي ما انتم شايفين، محمر خالص نتيجه الالتهابات الاساسيه اللي عليها. وادي جلد الكلب اهو، جلد الكلب اهو كله مقصف وناشف، حتى شوفي الحلمات بتاعتها يعني مش قادره. تمام. وادي اهو طبعا ادي الكلب اهو، جسم الكلب من تحت اهو كله قراد وبق اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. تمام. قراد وبق اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، شاطره اهو. وادي قراد وبق اهو. تمام. يا رب تكون الكاميرا واضحه بقى. كل ده قراد وبق، القراد والبق بيمشي اهو. تمام يا جماعه. احنا هنقرب الكاميرا شويه. بس بقى عيب اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، كل جسم الكلبه كله قراد وحشرات وبق وبراغيث. تمام. حتى ما بين الصوابع اهو يا جماعه، ما بين الصوابع قراد اهو وتعاوير. وادي الكلبه اهو زي ما انتم شايفين معوره نفسها نتيجه التعب اللي عندها. طبعا لما بتفرج بجسمها كله، بس شاطر، جسمها كله مليان تعاوير من هنا اهو، وادي بقى وحشرات، يعني الدنيا بايظه. وادي احمرار الجسم كله ده اهو. شوفوا يا جماعه الشعر متقصف خالص. تمام. متبهدله خالص. طبعا مش متبهدله اهمال بقى طبعا من الاستاذ محمد، والاستاذ محمد عالج كتير، وعن طريق دكاتره، وعن طريق علاجات، وعن طريق بعض اليوتيوبرات اللي بيشتغلوا بالافيل والديكساميثازول والكلام الافاضي والاونط ده. وادي طبعا جسم الكلب من فوق من الدماغ كله تعوير، وادي حشرات وبق وقراد وبراغيث، جميع الحشرات في الكلبه. يعني ربنا ييسر الحال، دعواتكم معانا وان شاء الله بامر الله. ادي برده تقرحات اهو، عامله تقرحات جلديه، وادي الدنيا بايظه مع الكلبه. دعواتكم بقى معانا يا جماعه ان شاء الله بامر الله اللي هي تكون كويس. يعني خدش. طبعا يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده صور لوحدي طبعا بالكاميرا الاماميه. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ربنا يعينك ان شاء الله بامر الله على ووندا كلبه جيرمان من الكلاب المحترمه جدا الوايت جيرمان، بس متبهدله. يعني مش هنخفي ونخبي على الناس، لا متبهدله خالص، محتاجه عمره شامله زي الموتور كده. ودعواتكم معانا ان شاء الله بامر الله. ده حبينا اللي احنا نعرفكم ووندا ضيف جديد في المزرعه عندنا للعلاجات من الفطريات والجرب والديدان والتهاب الاذن والصديد بتاع داخل الاذن وحشرات القراد والبراغيث والبق ومش عارف. يعني محتاجه عمر، يعني هتبقى فيه شويه فيديوهات كده حلوه الوندا. ودعواتكم معانا ان شاء الله بامر الله. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهي الكلبه مش قادره تقف من الهرش، ومش قادره اللي هي تستعين. هنشوف الدنيا بقى بتاعتها ايه في الاكل والشرب والحاجات دي، كل ده هنبقى نتابع مع بعضنا فيها.
ما تبخلوش علينا باللايك يا جماعه، وما تبخلوش علينا بالشير والاشتراكات علشان الفيديو ينتشر للناس والقناه تنتشر اكتر واكتر والمعلومه المفيده تنتشر للناس. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.